في مفاجأة بقى مهمة جدا بالنسبة لي أنا شخصيا وبالنسبة لكل المهتمين بالثورة، إنه بوابة الأهرام تنفرد بمفاجأة في قضية حسن مصطفى الشاهد الرئيسي الذي استعان به وكيل النيابة مسجل خطر، مسجل مخدرات. انتوا عارفين قضية حسن مصطفى، وإنه هو مسجون دلوقتي، وإنه القضية رافعة عليه وكيل نيابة قال فيه إن هو مش عارف حصل إيه، تشدوا مع بعض فخدوده احمرت، فراح المستشفى فطلعوا تقرير ان خدود المستشار احمرت. انا مش بتريق ولا بسخر ولا حاجه، انا ما اعرفش ايه اللي حصل، انا ما اعرفش ايه اللي حصل بالظبط بين حسن مصطفى وبين بتاع، بس عارف القصه وعارف حسن مصطفى راح ليه. حسن مصطفى راح يخلص صحابه، راحوا ماسكينه وعملوا له القضيه. لكن وكان صلاح عبد الهادي اللي هو محامي الناشط حسن مصطفى قد فاجأ المحكمة الجلسة الماضية بطلب صحيفة سوابق الشاهد الأول الذي استعان به مين؟ وكيل النيابة، الذي ادعى أن الناشط السياسي حسن مصطفى قد تعدى على وكيل النيابة بالضرب بمكتبه، واستجابت المحكمة لطلب الدفاع. وكشف عبد الهادي في تصريحات خاصة لبوابة الأهرام عن تمكن دفاع حسن مصطفى من استخراج صحيفة سوابق الشاهد الأول اللي هو اسمه كذا كذا كذا، الذي ثبت أنه تم اتهامه في قضية مخدرات برقم 768 لسنة 2003، والتي تم نظرها أمام نيابة محكمة المنشية، وهي النيابة ذاتها التي يعمل بها وكيل النيابة المجني عليه في قضية حسن مصطفى. حكاية مش في الخيال، مش أنا بقول لكم دلوقتي بنسمع حواديت ألف ليلة وليلة. أجمل، هي مش أجمل طبعا، هي أسوأ لكنها فيها إثارة أكتر من حواديت ألف ليلة وليلة. إن الشاهد اللي جابه وكيل النيابة يشهد على إن حسن مصطفى ضربه مسجل مخدرات، قضية مخدرات، عنده قضية مخدرات، ده ينفع يبقى شاهد؟ ينفع الكلام ده يا جدعان؟ ينفع ان ابو دومه يبقى في السجن؟ سجنوه يعني، هو اسمه احمد دومه، بس انا بقول له ابو دومه يعني عشان خاطر بحب ادلعه، انما هو احمد دومه طبعا انتوا عارفين. ينفع ان يبقى في السجن؟ مش هقول لكم انه عريس جديد وبتاع، مش هتمحك في حاجات زي كده، لكن ينفع ان الولاد الثوار اللي قعدوا مرسي على الكرسي يخشوا السجن كلهم؟ ينفع ان حماده المصري يبقى مسجون؟ اللي دول ايدوا مرسي. انا امبارح قلت بشكل هادي كده ان الناس دي بتقعد تاكل ازاي مع اولادها، وتقعد تتعامل مع اولادها ازاي في البيت وهي حبس الثوار. هل معقوله ان رئيس الجمهوريه ما يعرفش ان ابو دومه احمد دومه موجود في السجن؟ ما يعرفش ان حماده المصري موجود في السجن؟ ما يعرفش ان حسن مصطفى مسجونين وبيتعاملوا اسوأ معامله وبيبهدلوهم؟ ما يعرفش الكلام ده؟ ما يعرفش ان غيرهم وغيرهم 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 مسجونين من الثوار الحقيقيين اللي كان ليهم دور بارز في الثوره؟ حسن مصطفى ده كان ليه دور كبير جدا 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 من ايام قضيه خالد سعيد وغيره وغيره وغيره. عيب يا جماعه. وحماده المصري برضه في قضيه خالد سعيد كان موجود وعمل دور كبير جدا جدا جدا. الولاد اللي عملوا الثوره دول يخرجوا يقولوا ايه؟ يعني لما يخرجوا يبقى مطلوب منهم الانتماء لبلدهم ازاي؟ ثم ان انت لما تيجي دلوقتي الولد شاب من الشباب الصغيرين اللي دخلوا نزلوا الثوره، لما يكتشف ان الولاد الابطال اللي عملوا الثوره من بدري واللي قاموا واللي سووا في السجن دلوقتي، ليه؟ ليه يا جماعه؟ مش بنتكلم بعصبيه ولا بصريخ ولا بتاع، بنتكلم بهدوء. ليه؟ عشان مصلحه مين؟ هم الاخوان فاكرين ان هم لما يلموا شويه ثوار دول مش هيطلع ثوار غيرهم؟ لا، ما كان النظام الجديد فلح، النظام القديم فلح في كده. ما عندكم التجربه بتقول عكس ده. كان النظام اللي عمال يلم في الناس كان نجح، وكان عمال يلم في الناس، ومع ذلك قاموا الولاد، وبدل الولاد الاولين جه غيرهم تانيين، وهيجي غيرهم تالتين، وهيجي غيرهم رابعين. فمش ليس هكذا تدار الدول، ليس هكذا تدار الدول بشكل ديمقراطي، ليس هكذا أراد الله أن تدار الدول، بالعدل وبالحرية وبالكرامة الإنسانية يا جماعة. مش كده، حرام عليكم. السلطة لا تدوم لأحد، لو دامت لغيرك كانت دامت لك.
اديكوا شفتوا قعد حسني مبارك 30 سنه في الحكم، وبعدين النتيجه ايه؟ فاوعى تفتكر ان السلطه دي هتدوم لك ولا هتعمل لك اي حاجه خالص.